ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض السيزر سالاد. واول حاجه هنبدا فيها هو الدريسنج. بنحضره وبعد كده بنشيله لغايه لما بنحضر السالاد بتاعتنا. اول حاجه بنحطها مايونيز ومستردة. الدريسنج ده طعمه تحفه تحفه، هيعجبكم قوي. وبعد كده هنحط علبة زبادي، ما هو نفس الحجم بتاع العلبة دي كده، هتعجبكم. والدريسنج كمان هيعجبكم، ممكن يتحط على كذا حاجة. وهنقلب كويس وبعد كده هنقوم حاطين شوية عسل. العسل على فكرة بيغير من طعم الدريسنج برضو قوي، يعني لو عملتوا الدريسنج من غير عسل بيبقى طعمه مختلف، بالعسل احلى يعني. وشوية زيت زيتون ونص ليمونة هنعصرها برضو عليهم. عايزاكم تجربوا يا جماعة، السلطة دي تحفة جدا، مفيدة جدا، فيها كل حاجة. تنفع غدا او تنفع عشاء، هي حاجة خفيفة وهتعجبكم جدا. بعد كده تفضلوا بقى تميكس قوي لغاية لما يبقى القوام بتاعه بالطريقة دي. ده شكله بعد ما بيخلص. بعد كده بقى نبتدي نحضر السلطة نفسها. بنحط كابوتشا يعني شوية او خس حسب اللي موجود عندكم، وبعد كده فلفل الوان، وبعد كده خيار وجزر. يعني هتعجبكم بجد ومفيدة بطريقة. وبعد كده بقى بتحطوا جبنة زي ما انتوا عايزين، ممكن جبنة موتزاريلا، ممكن جبنة بارميجان، ممكن ميكس جبن زي ما انا حاطه. وبعد كده بتحطوا مكرونة او ممكن توست محمص حسب ما انتوا عايزين، او ممكن كمان تاكلوا يعني تعملوا السلطة كده من غير يعني مكرونة او توست، لو حد يعني عامل دايت بقى ومش عايز يدخل اي نشويات او كده. بس عامة هي كده السلطة، يعني السلطة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. وبعد كده بتحطي الفراخ، وممكن تحطي تونة. انا عندي جزء بيحب التونة وجزء بيحب الفراخ، فعملت حبة كده وحبة كده. وبعد كده بقى بتنزلي الدريسنج وبتقلبيها كويس، وده بيبقى منظرها بتبقى تحفة تحفة بجد، بتشبعوا جدا. بتبقوا بتاكلوها وهي عجباكوا وطعمها تحفة. هتعجبكوا قوي، جربوها. وده شكلها بالتونة. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا